السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا مشتريات رمضان 2023، كل سنة وانتم طيبين. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. يلا يا حبايب هنا يا صحبة الجنة، ادخلوا معايا الفيديو شوفوا المشتريات وهتشوفوا اسعار ما شاء الله اللهم بارك. بركة بركة في الرزق. سألنا ربنا البركة ادانا البركة، وعايزاكم تعرفوا السر في البركة ده جه منين. يلا ادخلوا الفيديو معايا وانا احكي لكم كل حاجة واقول لكم الاسعار الرخيصة دي انا جبتها منين وازاي. يلا ادخلي الفيديو. قبل ما تدخلي على الفيديو بالله عليكي حطي لي لايك لايك لايك، وان شاء الله تعليق حلو كده زيك يجبر الخاطر، ولو تقعدوا في الفيديو كام دقيقة يبقى جزاكم الله خيرا. واللي اول مرة تشوفني يلا اللون الاحمر ده في زر اسمه الاشتراك تحت القناة كده، اضغطي على كلمة اشتراك واضغطي على مين. جبتي المشتريات دي كلها منين يا هنا؟ الحمد لله يا حبايب هنا، زي ما قلت لكم في بدايه الفيديو دي كانت عندنا بركه في الرزق، والبركه طبعا هنقولها للجداد اللي معانا بنجيبها منين. بنجيبها من صلاتنا الصباحيه ومن دعائنا التحسيني ومن ان احنا نصلي الصلاه على اوقاتها، ونحسن الظن في الله ان عندنا النهارده هيكون يوم جميل. النهارده وبكره وبعده كل ايامي وايامكم جميله ببركه رضا ربنا علينا. اللهم امين يا رب العالمين. ما شاء الله تبارك الله. خير يا بنات، خير خير. هحكي لكم الحكايه كلها من اولها لاخرها، وهتعرفوا ان ربنا سبحان الله عز وجل مستجيب. احسنوا الظن في الله وهيديكم كل اللي نفسكم فيه. يا رب الدنيا غاليه، بس انا زي ما قلت لكم انا هعبدك يا رب كما امرتني وسترزقني كما وعدتني. صدقوني بالرغم من الغلاء اللي احنا موجودين فيه ما شاء الله زي ما انتم شايفين ربنا رزقني خير الحمد لله، وفضل ونعمه من عند ربنا. القصه جميله قوي، خليكم معايا واسمعوا كده. في واحده معايا صاحبتي في الشغل ربنا يبارك لها، زوجها فاتح مكان كده اللي مش من مصر هيبقى مش عارفه قوي، جمعياتي حاجه كده تبع زي الجمعيه الاستهلاكيه او حاجات كده اللي في مصر عارفين تبع بطاقه التومين. فرحت استلفت ببطاقه التومين بتاعتي اللي بتصرف لي، احنا 3 افراد بس اللي موجودين في البطاقه، انا وزوجي وبنوته، والبلاد اولاد لا ما لهمش اي اسم في البطاقه معانا. فجبت 3 ازايز زيت و7 كيلو سكر، فضل ونعمه من عند ربنا. موجود السكر معايا اهو، حابه اوريه لكم برده اهو ما شاء الله زي ما انتم شايفين، بس عشان مفيش مكان هنا. جبت 7 كيلو من ده ما شاء الله تبارك الله، 3 ازايز زيت. من الزيت ده يا بنات اللي هو زيت التومين العادي خالص اللي احنا بنقلي بيه او بنعمل بيه اي حاجه، بس مش بينفع في الطبخ لانه مش شفاف قوي. طبعا دي بطاقه التومين جابت لي كده، جابت لي 3 ازايز زيت و7 كيلو سكر، وفضل ونعمه من عند ربنا. طيب ايه يا هنا كل ده وجبتيه ازاي وجبتيه باسعار ايه؟ هقول لكم يا حبايب هنا، بس قبل ما نقول عايزين ندعي لنا وجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين. اللهم بارك في عمر امي وجميع امهات المسلمين، وارحم ابويا واغفر له هو وجميع اموات المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارزق كل مشتاق الذريه الصالحه. ام محمد حبيبتي من السعوديه وردينا، وكل اللي نفسه في الذريه اللهم ارزقه الذريه عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم فك كرب كل مكروب وسد دين كل مديون يا رب العباد. خليني اخد نفس كده اخد نفس كده واكمل معاكم. الحمد لله على كل حاجه. جبت ايه؟ جبت مكرونه قلم زي ما انتم شايفين. هقول لكم الاسعار بقى وبعدين اقول لكم احنا جبنا كل ده ازاي. دي مكرونه قلم، الكيس عباره عن 400 جرام ما شاء الله، حلو برده ما شاء الله تبارك الله. اخدت الكيس من ده ب6 جنيه، تخيلوا هو بره بيتباع ب10 جنيه، انا اخدته ب6 جنيه. هي ما شاء الله تبارك الله ربنا سخرها ليا. ربنا لما يحب يرضيكي او يرضي العبد طبعا هيرضيه ازاي، ورب العباد فوق لكن بيسخر له عبيده في الارض. بتيجي رضا ربنا عن طريق عبد زيه زيك، بس ربنا سخره لك. فلقيت عندها قالت لي اي نوع من الحاجات دي ب6 جنيه، فاخدت من المكرونه القلم دي زي ما انتم شايفين، واخدت كمان من المكرونه الصغنططه دي اهي ما شاء الله، مش عارفه انتوا شايفين ايوه اهي اللي هي الصغننه بتاعت الصلصه او التحمير ما شاء الله. اخدت من ده واخدت من ده، واخدت كمان ما شاء الله من الشعريه. شوفوا الشعريه جميله ازاي، مكسره وقمر قمر ونضيفه وزي الفل. عملت حتى منها شعريه بسكر طلعت قمر القمر. اخدت منها كام كيس من المكرونه القلم، وكان كيس من المكرونه الصغنططه دي، واخدت كام كيس من الشعريه كمان، واخدت كمان منها الرز طبعا كلنا عارفين ان الكيلو بره ب20 جنيه او 19 جنيه، انا اخدت منها كيلو رز على 15 جنيه ربنا يبارك لها. هتقولوا احنا اخر الشهر يا هنا والمرتبات لسه ما جاتش. فعلا انا قلت لها انا دلوقتي مش هعرف احاسبك على كل الحاجات دي، علشان كده عايزه اقول لكم السخره من ربنا قالت لي لما تقبضي اديني الفلوس. فسبحان الله سبحان الله ربنا جعلني سبب ان
انا اروح عندها في اليوم ده، وانا اليوم ده ما كانش عندي شغل، وحصل لي ظرف كده طارئ نزلت الشغل غصب عني يعني في وقت ما كانش المفروض ان عندي شغل، كنت واخده اجازه اليوم ده، بس كان في لجنه وكده، فاضطريت ان انا اروح بسرعه علشان اشوف اللجنه وكده، لان ايه عشان ما يحصلش مشكله في الشغل وكده. فلما رحت سبحان الله وانا طالعه زوجي كان ماشي معايا، فبيقول لي لو كان معايا بطاقه التومين كنا رحنا جبنا التومين بتاعنا. فقلت له سبحان الله قدر الله ما شاء فعل. بصيت لقيته بيقول لي تصدقي سبحان الله البطاقه في جيبي. قلت له ده قدر من ربنا واكيد ربنا شايل لنا خير، يلا تعالى نروح نجيب التومين. وانا رايحه في بالي ان انا هجيب الزيت والسكر بس. فسبحان الله سبحان الله سبحان الله، دي دعوه في جوف الليل، دعوه في صلاتك، دعوه وانت عندك يقين بان ربنا هيديك البركه. اوعي تفتكر ان الغلا ده عمره ما هيأثر علينا، لان ربنا رزقنا البركه، البركه موجوده. يبقى احنا خدنا المكرونات والشعريه، الكيس ب6 جنيه. ايه تاني يا هنا؟ في كمان حبيب الشتاء يا بنات، حبيب الشتاء العدس يا بنات. شوفوا العدس ما شاء الله اصفر وجميل ازاي. ده طبعا نص كيلو، طبعا احنا عارفين ان الكيلو دلوقتي معدي ال 40 جنيه، يعني يمكن كمان وصل ل 45. ده النص كيلو ب 15 جنيه، يعني كيلو واقف معايا ب 30 جنيه. اخدت منها نصين يعني كيلو ب 30 جنيه، يعني ما شاء الله تبارك الله فضل ونعمه من عند ربنا. جبت ايه تاني يا هنا؟ ده ملح كنت جايباه ب 2 جنيه من بره بصراحه قبل كده، بس حبيت اصوره معاكم. الكيس بتاعه كبير، لكن هناك كان بقيت حساب كده علشان نقفل الحساب، يعني علشان لما نيجي اول شهر يبقى الحساب معروف، يعني ما فيهوش فكه ولا حاجه. فكملته بملح، الكيس بجنيه. جبت الكيسين، ودول كنت برضه جايباهم من قبل كده. كيك شيف ب 3 جنيه، وكيس الخميره ب 2 جنيه، يعني الحمد لله قلت ايه ينفعوا برضه لشهر رمضان ان شاء الله. يبقى احنا ايه اللي هنستخدمه دلوقتي، واللي هنشيله لكرتونه رمضان هنشيل. هيبقى عندنا كرتونه رمضان في الغلا ده يا هنا. يا حبيبه هنا، ربنا سخر لي زميلتي ديت، او الانسانه اللي ربنا سخرها لي، انت كمان ربنا هيسخر لزوجك حد يكون برضو ربنا جعله سبب ليه. ربنا هيسخر لك حاجتك اللي في ايدك، الكيلو هيبقى فيه بركه 2 كيلو، نص كيلو هيبقى فيه بركه كيلو. ربنا هيديك البركه صدقيني، بس ما تقوليش هي هتيجي منين وازاي، انت بس يكون عندك يقين كده جواكي يا رب هترزقني البركه. عارفين يا بنات، انا كنت بجيب زي كده مثلا كل اول شهر عادي جدا، وكنا بنشوف مع بعض في المشتريات، لكن فرحتي بالحاجات دي اكبر بكتير قوي 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 من الحاجه نفسها. ليه؟ انا فرحانه بيها علشان حاسه ان الحاجه دي جاياني من عند ربنا عز وجل، جاياني رضا من الله، جاياني بركه من ربنا. يا رب انا دعيتك، يا رب انا كنت مخلصه في الدعاء، كان عندي يقين انك هترزقني البركه وربنا رزقهاني. فدي سبحان الله رضا من ربنا. لازم يكون عندنا رسائل من ربنا، بس احنا نفتح الرسائل ونقراها. كلنا بيجي لنا رسائل من ربنا عز وجل، بس كلنا نفتح الرسائل كده ونقراها ونشوف ربنا راضي عننا قد ايه، ربنا كريم قد ايه. وهو اصلا سبحان الله هو الغني المغني، هو الوهاب، هو الرزاق سبحان الله. ضمن لنا رزقنا يا بنات، نشغل بالنا ليه ونحت الهم بكره ليه؟ صدقوني صدقوني كل يوم ربنا كاتب لنا رزق، اليوم هيجي هيجي هيجي، وهيرزقنا البركه في اللي موجود. فالحمد لله زي ما انتم شايفين، انا ما تخيلتش ابدا 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 في الغلا اللي انا فيه ان انا اجيب كل الحاجات دي. الحمد لله على كل حال، وانها تصبر عليا لحد الراتب ما ينزل كمان، دي بركه ربنا يبارك لها يا رب ويخلف عليها اضعاف اضعافه. دعت لها ربنا يخلف عليها، لان هي برده سبحان الله ربنا سخرها ليا وجعلها سبب. لو كانت في الوقت ده اللي انا رحت فيه بصراحه ما كنتش معايا ان انا اجيب الحاجات دي كلها مره واحده، لكن لما قالت لي على الراتب بصراحه شجعتني ربنا يبارك لها، وقلت اخد الحاجات دي كلها واركب بيها توك توك مره واحده واروح البيت. منه اللي هستخدمه دلوقتي ومنه اللي هرفعه شهر رمضان. الحمد لله على كل حال، ربنا يرزقني واياكم البركه، اللهم امين يا رب العالمين. عايزين نشد الهمه كده. انا من زمان ما اتكلمتش معاكم على فيديو مباشر كده، ولما بتكلم معاكم بصراحه برغي وبنسى نفسي، مش عارفه الفيديو بيطول ازاي، بكون مش عايزه اسيبكم ابدا ابدا وافضل اتكلم معاكم. ربنا يخليكم ليا يا حبايب هنا، وحابه اشكركم جدا 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 فوق ما تتخيلوا. وهقول لكم جزاكم الله خيرا عشان يكون الجزاء من كل لايك بتحطوه، كل اشتراك بتشتركوا معايا جديد. ومحمد داخل اهو بيقول لكم حطوا اللايك، جزاكم الله خيرا. كل اشتراك جديد معايا، كل حد بيدخل يكبر خاطري بكلمه. والله والله يا بنات جبر الخواطر ده حاجه جميله جدا جدا جدا. زي ما هقول لكم دايما كل مره، من كان بين الناس جابرا للخواطر ادركه الله في جوف المخاطر. كل حد بيكتب تعليق لاي قناه مش قناتي انا، اي قناه سبحان الله، جددي نيتك ان انت بتكبري خاطرها بالكلمه دي او باللايك او بالمشاهده. ربنا هيخلف عليكي اضعاف اضعاف لما تكبري خاطرها وتفرحيها ان تعبها مش بيروح هدر. ان الواحد يقف ويعمل فيديو، ان يحمل فيديو من الباقه بتاعه النت، كل دي يعني ضغوط على البني ادم. لكن سبحان الله عز وجل كل اللي بتدخل تشاهد وتكبر خاطر بكلمه بتضيع كل ده، وبتحسس الواحد كده كأن في حد بيطبطب على قلبه وبيكون قريب منه. والدعوه بظهر الغيب جميله جدا. انا ممكن ما اعرفكمش وانتم مش بتعرفوني، ما شفناش بعض، لكن بنحب بعض في الله، محبه كده خالصه لوجهه الكريم. واي برضو جبر خاطر خالص لوجهه